الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حبايبنا طلبة وطالبات سينيور 1، أهلا بكم ومرحبا في حصة جديدة مع فيزيكس بلس مع لينو فيزيكس. النهاردة عندنا حصة عن البروجكتايل، الأنجل بروجكتايل بالأخص. احنا شرحنا البروجكتايل في الحصة الأساسية. النهاردة هنتكلم على أمثلة فيها تفكير عالي شوية. يلا بينا نبدأ عشان ما نتأخروش. الإكزامبل الأولاني بيقول لي two bodies at same height زي ما هو باين كده عندنا. one of them اللي هو ال A falls vertically. عايز يقول لي يعني إن هو falls freely. يبقى الانيشال بتاعته بزيرو will be projected horizontally. لما البروجكتايل projected horizontally يبقى سيتا بزيرو. ولو جينا عوضنا بقى، احنا كنا قايلين ان ال VIX وال VIY كل منهما بيساوي VI دوت بيساوي كوزين سيتا، وده VI ساين سيتا. ساين زيرو بزيرو، وبناء عليه ال VIY هتساوي زيرو لأن ساين زيرو بزيرو، فيلغي كل دوت. وكوزين زيرو بوان، فإذا السرعة اللي هو محذوف بيها هي دي سرعته في الإكس. يبقى ال VI اللي اتحدف بيها هوريزونتالي بهذا الشكل بتساوي ال VIX، أما سرعته في الواي هتبقى بزيرو، فكأنه فولز فريلي زي ده. وبناء عليه لو عندي بروجكتايل فولز فريلي بهذا الشكل وبروجكتايل تاني اتحدف هوريزونتلي فأخد هذا الشكل، فهنلاقي إن عند نفس الوقت هنلاقي لو ده وصل هنا هنلاقي دوت هيكون وصل هنا، ولو ده وصل هنا هيكون دوت وصل هنا، ولو ده وصل تحت هنا ده في نفس اللحظة يوصل هنا. وبناء عليه الاتنين reach ground at the same instant. اللي فرق معايا ان ده بيتحرك horizontally بسبب السرعة دي، خلاص، اللي هي في الاساس سرعته في الاكس اكسس، انما ليس لها اي دخل بالواي اكسس لان الواي اكسس تعتبر بزيرو زيها زي مين؟ زي object falls freely. فالسؤال دوت بيبقى من الاسئلة المحيرة دايما، لان دوت ما اتحدفش لتحت انما ده اتحدف horizontally، وبناء عليه الاتنين reach ground at the same time. يبقى الانسر هنا هيبقى C. time of falling، زمن الهبوط لل A، ايه علاقته بالtime of falling of B؟ ما احنا اتفقنا ان الاتنين هيوصلوا سوا مع بعض، يبقى الاتنين هياخدوا نفس التايم. لو دوت اخد 3 سكند ده كمان هياخد 3 seconds، نفس الوقت تماما، مفيش فرق ما بينهم. في similarity في الواي اكسس، وطبعا احنا عارفين ان التريب تايم مرتبط بالواي اكسس مش بالاكس اكسس، فلو ده اخد 3 سكند يبقى لو ده اخد تي ده كمان هياخد تي خلال مرحلة الهبوط. طيب نخش على اسئلة اصعب بقى شوية. الفيلوسيتي اوف A ايه علاقتها بالفيلوسيتي اوف B؟ حلو، تعالى بقى كده خلي بالك. والله البروجكتايل اللي هو A سرعته في one component على بال ما يوصل للجراوند هنا كده هيكون عنده سرعة وهي VF final. اما البروجكتايل B اللي هو بادي من هنا واخد البروجكشن او اخد البروجكتايل او البارابولا هنا جزء من البروجكتايل ووصل هنا، هيبقى له سرعتين. عنده سرعة V final في الواي وعنده سرعة V final في الاكس. خلاص، هي الانيشال في الاكس، لان احنا في الاكس ما بيتأثرش بأي حاجة، فسرعته اللي اتحدف بيها هي اللي وصل بيها هنا. طيب خلي بالك بقى، انا اعتبر دوت ماشي في انهي اكسس اللي هو الايه؟ ماشي في الواي اكسس، اذا انا اقدر اعتبر الفاينل بتاعته هي كمان هي الفاينل في الواي عادي جدا، ما هو ملوش كومبوننت في الاكس. حلو، الاتنين دول يا حبايبي قد بعض لانهم اخدوا نفس الوقت.
زمن الهبوط هنا زي زمن الهبوط هنا، جميل. فالاتنين ليهم نفس السرعات في الواي اكسس، يبقى الاتنين عندهم نفس السرعة في الواي اكسس. انما ما تنساش ان البروجكتايل بي عنده سرعة في الاكس اكسس من الاول، وبناء عليه عندنا فاينل كومبوننت للاتنين وهي الفي فاينل، ودي قيمتها دايما اكبر من قيمة الاكس وقيمة الواي. يعني ايه؟ نفكرك كده بزمان، لو عندي كومبوننت كده ب 3 وعندي كومبوننت كده ب 4، فالريزلتنت بتاعهم كان بكام؟ ايوه شاطر، كان الريزلتنت بتاعهم في هذا الاتجاه وقيمته بكام؟ ب 5، وهي اكبر من كومبوننت الاكس واكبر من كومبوننت الواي. فاذا كان الاتنين في الواي اكسس نفس السرعة، يبقى الفاينل بتاعت البي اكيد اكبر من الفاينل بتاعت مين؟ بتاعت الاكس. يبقى ده سؤال عالي. يبقى لو جالي كده بيقول لي الفيلوسيتي بتاعت الاي، لا الاي اللي هي ديت، ايه علاقتها بالفيلوسيتي بتاعت البي؟ لا طبعا للزان. انما لو سألني السؤال اللي بعديها، ده velocity of A ايه علاقتها بالفيرتيكال فيلوسيتي بتاعت البي؟ ها نرجع كده تاني للرسم بتاعنا، الاتنين كان عندهم نفس الفيرتيكال زي بعض، يبقى هنا الفيلوسيتي بتاعت الاي بتساوي الفيرتيكال كومبوننت بتاعت البي، انما ما تساويش الفيلوسيتي بتاعت البي. وده اكزامبل من الاكزامبلز العاليه قوي. نيجي هنا بيقول لي بروجكتايل، دي عايزه تحليل بقى. projected vertically upward، السبيد بتاعت 4 second after 4 second بتساوي السبيد after 6 second. لازم انت تبقى واعي ان السبيد عمرها ما تتساوى الا عند نفس الالتيتيود. يعني لو انا عندي التيتيود هنا كده وفي بروجكتايل اتحدف وطلع لفوق ونازل لتحت، خلاص كده، فيبقى السبيد هنا زي السبيد هنا بالظبط. خلاص، وهو لئيم قال لك السبيد ما قالش فيلوسيتي، لان طبعا لو فيلوسيتي كان لازم يقول في اوبوزيت دايركشن، تمام. انما السبيد لا تهتم بالدايركشن. بيقول لي السبيد بعد 4، يبقى دي 4 بعد 4 ثواني تساوي السبيد بعد 6 ثواني. يبقى اكيد وصل للماكسيمم هايت في الفتره اللي في النص ما بينهم، يبقى 5 seconds. تمام، حلو جدا. يبقى كده البروجكتايل اخد rising time 5 second و falling time 5 second، فتبقى التريب تايم اوتوماتيك 10 seconds. تمام، حلو جدا. اذا ده تحليل تقدر بيه تساعد نفسك في الحل السريع. بيقول لك الجرافيتي ب 10، ما معنى ان الجرافيتي ب 10 او ما معنى الجرافيتي؟ هو الزياده الانكريز اللي بيحصل في الفيلوسيتي كل سكند، او الديكريز اللي هيحصل كل سكند لو هو طالع لفوق. طب لما تبقى الجرافيتي ب 10، ده معناه ان السبيد هتزيد، او الفيلوسيتي بمعنى صح، الفيلوسيتي يا هتزيد يا هتقل او يحصل لها تشينج بمعدل 10 متر بير سكند كل سكند. فاذا كان ده طالع 5 ثواني، يبقى اكيد سرعته كانت اعلى ب10 في 5، لان كل ثانيه هتزيد وهو طالع هتقل 10 10 10 10 5 مرات. اذا سرعته هنا كانت 50 متر بير سكند، وسرعته هنا هتبقى بنيجاتيف 50 متر بير سكند. لا انا مش مصدق الكلام ده. تعالى يا سيدي، احنا عارفين ان السرعه بتاعته الفاينل فوق بزيرو بعد تايم كام؟ 5 سكند، صح كده؟ بعد 5 سكند سرعته كانت بزيرو. الجرافيتي عشان ده بروجكتايل كامل طالع، فتبقى بنيجاتيف 10 متر بير سكند سكوير. يلا احسب لي الانيشيال من الفيرست ايكويشن، الفاينل ماينس الانيشيال ايكوال جي تي. الفاينل بزيرو ماينس الانيشيال عايزينها ايكوال جي نيجاتيف 10 تايمز التايم بتاع الرايز اللي هو 5، يبقى ايكوال نيجاتيف 50. يبقى نيجاتيف في اي بنيجاتيف 50، يبقى الفي اي ب 50 متر بير سكند زي ما قلنا. ده تحليل كان سريع ودوت حل بالستبس. حلو جدا. يبقى الانيشيال بتاعتي كانت 50، الفاينل كام؟ 50.
لو طلب فيلوسيتي كانت هتبقى بنيجاتيف 50، لان احنا عارفين ان في البروجكتايل في سيمتري، الفاينل بتاعتي هي الانيشيال ولكن في opposite direction. فلو الانيشيال ب 50 يبقى الفاينل عندي بنيجاتيف 50 لانها في opposite direction. اما لو سبيد مش هيبقى فيها direction. وطبعا التريب تايم هيبقى ب 10 لان 5 طالع و5 نازل. طب دي اجيبها ازاي؟ التايم بتاع التريب بتبقى تي كابيتال، نكتبها تي كابيتال، تريب تايم تي كابيتال. نقدر نجيبها بروجكتايل كامل نيجاتيف 2 initial velocity over g، هنستخدم قانون البروجكتايل، يبقى نيجاتيف 2 والانيشيال ب 50 والجي بنيجاتيف 10، فتبقى نيجاتيف 100 على نيجاتيف 10 فتطلع 10 seconds. شيء طبيعي، طلع في 5 ونزل في 5. اكزامبل عالي وفي فكر. الفاينل فيلوسيتي بتاعته بكام؟ السبيد ب 50 يبقى الفاينل فيلوسيتي بنيجاتيف 50 زي ما قلنا عشان في opposite direction. طيب المسائل دي بقى دي بروجكتايل، نص بروجكتايل لانها باديه من فوق من هنا، تمام، مش باديه من تحت، وبالتالي مش هينفع معاها استخدام قوانين البروجكتايل اللي احنا عارفينها. امال هعمل ايه؟ لو تفتكر قوانين البروجكتايل دي اصلا احنا مستنتجينها من قوانين الاصليه، فانا هشتغل بالقوانين الاصليه. وعاده البروجكتايلز اللي بتبقى محذوفه من هنا بتبقى محذوفه هوريزونتالي، خلاص محذوفه على طول هوريزونتالي بدون اي ميل عشان خاطر ما تبقاش صعبه. فوبالتالي يبقى سيتا هنا بزيرو طالما محذوف هوريزونتالي، واحنا لسه محللين من شويه، يبقى الفي اي اكس عندي هي السرعه اللي اتحدف بيها هي الفي اي، وان الانيشيال في الواي هتبقى بزيرو كانه فولز فريلي. دي معلومات مهمه، لما سيتا بزيرو على طول تبقى عامل حسابك بالكلام دوت. طب احنا الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من هنا اهو في التحليل بتاع الفيلوسيتي. عندنا الفي اي اكس في اي كوزين زيرو ب1 تبقى هي الفي اي، في اي ساين زيرو بزيرو مضروب في اي حاجه يبقى بزيرو، يبقى الانيشال في الواي بزيرو. دي قاعده لو السيتا بزيرو دايما. يبقى عندي ده بروجكتايل فوق جبل محذوف، فوق جبل ارتفاعه 1 كيلو، وفي مركب عندي واقفه على مسافه رينج. ده رينج، قال مش الرينج هو المسافة طلوع ونزول، ما هنا ما فيش طلوع، فيبقى مسافة النزول هي الرينج. ده الرينج 4 كيلو. بيقول عايز البروجيكشن فيلوسيتي، هو عايز الفي اي. طب كلام جميل جدا، يبقى لو انا جبت الفي اي اكس يبقى انا على طول جبت مين؟ الفي اي اللي هي المطلوبة دي. عايز السرعة اللي هيتحدف بيها تو هيد ذا شيب، وعاطيني ان الجرافيتي ب 10. خلي بالك الجرافيتي هنا لتحت والبروجكتايل نازل لتحت، فتبقى الجرافيتي بوزيتيف. اما في مسائل البروجكتايل الكامله كنا بناخدها نيجاتيف لان البروجكتايل كان طالع في عكس اتجاه الجرافيتي. فخلي بالك من المعلومات البسيطه ديت. يبقى انا دلوقتي بيقول لي استخدم الداتا دي وهات لي الايه؟ هات لي البروجيكشن فيلوسيتي او الفي اي. والله انا معايا ايه دلوقتي؟ معايا الانيشيال في الواي بزيرو، ومعايا الهايت اللي هي مسافة، الهايت ب1 كيلو على ارتفاع كيلو يبقى 1000 متر، واثناء رحلته عشان يخبط في المركب ديت تعتبر رحلة هبوط عادي، فهعتبرها ان انا عايز اجيب التي. معايا الجي طبعا ب 10 متر بير سكند سكوير، وهجيب التايم بتاع الفولينج، زمن الهبوط عندي. يبقى معايا الفي اي واي ومعايا الدي ومعايا الجي وعايز اجيب التي. طالما الانيشيال بزيرو فاقدر استغل القانون اللي احنا كنا قايلينه ان التايم equal square root 2d over g.
يبقى square root 2 في 1000 على 10. تمام كده، فتبقى root 200 فتطلع ب 10 root 2. 10 root 2 seconds. يبقى ده الزمن اللي هياخده البروجكتايل دوت اللي هو 10 root 2 root 200 يطلع ب 10 root 2، أو هتاخد 14.14 second 14.14 second. خلينا في 10 root 2 أفضل اللي هو دوت. يبقى ده التايم بتاع البروجيكشن. حلو، هياخد 10 root 2. طب حد فاكر الرينج؟ الرينج كان بيساوي ايه؟ الرينج كان بيساوي الانيشيال في الاكس اكسس تايمز التريب تايم. طب ما انا معايا الاتنين دول، يبقى اقدر اجيب الفي اي المطلوبه اللي هي بتساوي في اي اكس، لان احنا عارفين ان دي هي ديت، يبقى في اي اكس، وهي عباره عن الرينج over التريب تايم. طب الرينج 4000 كيلو 4 كيلو، يبقى 4000 متر على التريب تايم اللي هي 10 روت 2، فتطلع كام؟ تعال نحسبها كده ونشوف. 4000 على الانسر فتطلع 282 خلاص، او 200 روت 2. تمام كده، لو عملناها 200 روت 2 200 روت 2. اشمعنى جت منين؟ اهو هنشيله 0 مع 0 يبقى هتساوي 400، وال 400 عبارة عن 200 في 2 مقسومين على روت 2، فدي هتطير مع دي فتبقى روت 2. يبقى الانسر هياخد انه كان مطلوق ب initial velocity 282.84 اللي هي 200 روت 2. تعالى كده نجرب. 200 روت 2 طلعت بنفس الرقم، يبقى ديت متر بير سكند، ودي السرعة اللي هيتحدف بيها عشان خاطر يوصل للتارجت اللي على بعد 4 كيلو. نيجي بقى لمثال من الأمثلة الهيفي، وهو لو انت ما عندكش فكرة عنه صعب ان انت توصل له، ولو جالك في امتحان ممكن ياخد معاك وقت لا يقل عن 10 دقايق عشان توصل للحل. فاحنا هنحاول نبسط الكويستشن ونعمل قانون لطريقة الحل بتاعته. بيجي يقول لك projectile range equal 4 of max height 4h، او يقول لي ال h بكوارتر x كوارتر رينج. خلاص تمام كده، فالفور هنا او الفور هنا مش هتفرق معايا. المثال واحد، الرينج 4 اضعاف الهايت، او الهايت كوارتر الايه الرينج. فانا عندي الهايت لو بيساوي 1 اوفر اكس من الرينج، او ان الرينج بيساوي اكس في الهايت. الفور او الفور هنا هعتبرها اكس عشان انا هعوز الاكس دي كفاليو في القانون اللي هستنتجه في الاخر. طيب تعالى كده نفكر مع بعضينا. الرينج كان عبارة عن ايه؟ الرينج كان عبارة عن في اي اكس في تريب تايم. جميل. والهايت كان عبارة عن ايه؟ نيجاتيف في اي واي سكوير اوفر 2 جي. جميل. والتريب تايم كان عبارة عن ايه؟ تريب تايم كان نيجاتيف 2 في اي واي اوفر جي. اوعى تنسى الثلاث قوانين بتوع البروجكتايل دول، وده عشان تحل السؤال لازم تكون حافظ القوانين وعندك مهارة استخدام القوانين. فتعالى بقى كده، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الرينج ب4 هايت. طب يلا بقى هنشيله الرينج
تمام، الرينج، واحط قيمة VIX مضروب في التريب تايم، فهشيل التريب تايم كمان خلاص كده، واحط قيمتها نيجاتيف 2 VIY over G equal الفور رقم خليه زي ما هو، وهنبدل الهايت بقى هو يساوي 4 هايت، هنشيل الهايت ونحط مكانه القيمة بتاعته نيجاتيف VIY باور 2 over 2G. تمام، حلو جدا. اللي انا عامله بالريد دوت ده ثابت في كل انواع المسائل مهما اتغير الرقم ده. الرقم ده انا عامله هو بالايه، بالبلو. الرينج والهايت الاتنين دول لما هشيلهم دايما هيديني اللي باللون الاحمر ده، فدايما ده متكرر معايا. الوحيد المتغير هو اللي في الدايرة الصفراء ديت كده، اللي هو الرقم اللي مكتوب عندي هنا او هنا. تمام، هتقولي ده كورتر، لا انا عايز الرقم اللي تحت الوان اللي هو الاكس بالنسبة لي، اللي هو الاكس. يبقى هنا الاكس هو ده اللي مكتوب عندي هنا. ركز بس كده معايا، انا شغال على الايكويشن دي او دي مش هتفرق معايا. هبدأ بقى اشطب الحاجات اللي شبه بعض. تمام، ايه هي؟ عندي الفي اي واي، خلي بلاش اللون البلو ده، نغير اللون بلو، خلينا ماشيين بالجرين نشطب. ديت هتطير مع واحدة من دول، لان في اي واي سكوير يعني في اي واي تايمز في اي واي، والجرافيتي مع الجرافيتي، والنيجاتيف مع النيجاتيف. خلاص، وهاخد التو ديت هتروح الناحية التانية، فهتنزل في الديفايد، فهتنزل تتضرب في ديت فتبقى 4. تعال نصغر الكلام ده بقى. VIX equal، خلاص بقى الجي طارت وده طارت والتو راحت هناك، equal مين؟ الفور القديمة، ايوه، مضروبة في مين؟ مضروبة في VIY ومقسومة على 2 في 2، 2 times 2 ب 4. يبقى ده قانون هيبقى موجود عندي على طول. طب ما انا برضو لسه ما وصلتش، هو عايز الانجل. طب يلا بقى نفكوا ال VIX. هي ال VIX كانت بتساوي ايه؟ VI كوزاين سيت بتساوي 4، خليها برضو بالازرق عشان نبقى عارفين ان ده الرقم اللي موجود في المسألة، مقسوم على 4 اللي احنا طلعناه كناتج، مضروب في في اي ساين ايه؟ ساين سيتا. الفي اي هتطير مع الفي اي، الكوزاين هوديه هناك يروح ديفايد، وهاخد الرقم ده هوديه هناك لان انا عايز قانون هنا في قيمة وهنا في قيمة. ساين على كوزاين يديني تان ساين سيتا، او خلينا نودي الرقم دوت فيبقى 4 على 4 equal ساين سيتا over كوزاين سيتا equal تان سيتا. وبناء عليه عندنا قانون بقى اقدر احل بيه. هنا طبعا في المثال ده هتبقى 4 على 4 ب1 يعني تان سيتا ب1، وبناء عليه سيتا هتساوي 45 ديجري، لان انا عارف ان تان سيتا ب1، ايوه، يبقى شيفت تان 1 يديني قيمة السيتا ب 45 ديجري. يبقى لما سيتا ب 45 ديجري يطلع الرينج بأربع أضعاف الهايت. طب ايه القانون بقى اللي انا هستخدمه بقى عشان بعد ما مش كل مرة هقعد احل ده كله؟ يبقى انا عندي تان سيتا equal دايما 4 divided الاكس.
ده قانون استخدمه عامة، يبقى يديني الانجل على طول بدل ما اقعد افك كل دوت واشطب واودي واجيب على طول. مين الاكس ديت؟ الاكس دي زي ما اتفقنا هو الرقم اللي مكتوب عندي في الايكويشن هنا، هي 4 او لما يقول لي الهايت ايكوال كورتر ار ما تبقاش الكورتر، تبقى الرقم اللي تحت ال1 اللي هي برضو 4. خلاص، سواء multiplied هنا 4 او divided فهي 4، فديت قيمة الاكس اللي احنا عايزينها في القانون دوت. تعال نطبق الكلام دوت هنا. يقول لي projectile its height، الهايت equal fifths الرينج، هنا جايبها لي بالمشقلب، يعني اقدر اقول ان الرينج بتساوي 5 الهايت، بس هو جايبها لي كده. فين الاكس عندي؟ اهو. يلا بقى عايز الانجل، هقول له ايه؟ تعويض مباشر بقى، tan سيتا equal 4 over الاكس اللي هي كام يا حلوين؟ 5 بس. خلاص، يبقى سيتا شيفت تان الكلام دوت، يبقى شيفت تان 4 over 5 تطلع سيتا ب 38.6 degree. لو البروجكتايل اتحدف بالانجل دي هيطلع عندي ان الهايت هيبقى فيفث الرينج. وبكده حبايبي يبقى خلصنا الجزء بتاعنا الخاص النهارده. اشوفكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.